السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنراجع إن شاء الله أول يونت موجود عندنا في سنة ستة. فيلا بينا. أول حاجة عندنا كلمة اسمها either or. يعني إيه كلمة either or يا مستر؟ كلمة either or معناها إما أو. إما أو يعني أختار لده أو ده. فزي لما يديني مثال ويقول لي she wants to play either tennis or football. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هي عايزة إنها تلعب إما تنس أو فوتبول. يبقى هي بتيجي علشان أختار ما بين حاجتين، لا أختار كذا أو كذا. يبقى هنا أيزر وهنا أور أهي. يبقى هي عايزة إنها تلعب كذا أو كذا، يبقى لو لقيت أيزر أخد أور، طب لو لقيت أور أخد أيزر. الموضوع سهل وبسيط. طيب من القاعدة اللي بعد كده، عارف كلمة أيزر دي حط قبلها إن، حط قبلها إن بس فتبقى نايذر. نفس الكلام حط حرف الإن جنب أور فتبقى نور. نايذر نور. طب معناها إيه دي بقى يا مستر؟ معناها لا ولا. يعني مش هاخد ده ولا ده، خلاص بقى. اهو نحول المثال اللي فوق ونقول she wants to play neither tennis nor football. يعني ايه ده بقى؟ يعني هي عايزة إنها ولا تلعب تنس ولا كرة قدم. يبقى كلمة نايزر هي عكس ايزر بالظبط. ايزر بستخدمها علشان اختار ما بين حاجتين فبقول ايزر اور، اما او. اما الكلمة نايزر نور معناها لا ولا، يعني ولا هختار ده ولا هختار ده. طيب يعني لو لقيت كلمة يا مستر نايزر اخد نور، ولو لقيت ايزر اخد اور بالظبط. يبقى ايزر اور نايزر نور. تاني، ايزر اور نايزر نور. طيب اديني يا مستر القاعدة اللي بعد كده. القاعدة الأخيرة وهي شبههم بالظبط، حاجة اسمها both and. يعني ايه يا مستر both and؟ يعني كلا من كذا وكذا. يعني من الآخر كده أنا هاخد ده وهاخد ده. يعني لما تيجي تقول لها انت هتلعبي يعني لعبة، تيجي تقول لك لا ده انا هلعب كل من التنس والفوتبول الاتنين، فاضية هي بقى. نكتبها she wants to play. ها يلا both كل من تنس and football. هي عايزة تلعب كل من كرة القدم وكمان التنس. يبقى المرة دي هي عايزة تلعب الاتنين. يبقى both and. يبقى باختصار شديد يا شباب، يبقى لما الاقي كلمة ايزر اخد اور، يبقى ايزر اور. ايزر اور. طب نايزر نور. نايزر نور. both and. both and سهلة جدا اهي. يبقى ايزر اور معناها اما او. طب نايزر نور معناها لا ولا. both and يعني كل من كذا وكذا. خلاص يلا بينا نحل عليها من كتاب المعاصر ونأكد المعلومة. رجعنا تاني لكتاب المعاصر. يلا نمبر 1 بيقول لي the new art teacher is both. طبعا لقيت both، طبعا both بتيجي مع مين؟ مع and يا مستر. كل من يعني المدرس الرسم بتاعنا بيكون كل من طيب، بيكون طيب وكمان كرييتيف مبدع. يلا نمبر 2 you can either. ما لقيتش ان يبقى مش هاخد ان، ما لقيتش ان يبقى مش هاخد ان، يبقى either or. خلصت.
يعني you can either read a story or watch TV. يعني انت تقدر اما تقرا قصة او تتفرج على التلفزيون. نمبر 3 the room is not big nor لقيت ان يبقى هاخد ان برضو، يبقى the room is neither big nor small. يعني اوضتي ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة، ما بين البنين. نمبر 4 you can have نقط tea or مفيش عندي ان يبقى مش هاخد ان، يبقى either. you can have either tea or coffee. انت تقدر انك تشرب اما شاي او قهوة. طيب ننزل شوية على الكومبليت. both علي، طبعا لقيت كلمة both يبقى and الموضوع منتهي، كل من كذا وكذا. both علي and عمر are my friends بيكونوا أصدقائي. number 2 he wants نقط pizza or pasta for lunch. طبعا لقيت كلمة or من غير ان يبقى either. هو عايز كل من البيتزا او هو عايز اما بيتزا او مكرونة للغدا. طب نخلص نمبر 3 نقط سارة and طبعا لقيت and يبقى both الموضوع منتهي، طالما جت في الاول يبقى كابيتال. نمبر 4 neither خلاص الموضوع سهل قوي، neither in يبقى برضه احط in يبقى neither nor. طب نمبر 5 يا مستر نقط my mother or ما فيهاش in يبقى برضه هختار واحدة ما فيهاش in اللي هي الايذر. يعني إما ماما أو بابا اللي هيوديني بالعربية للمدرسة. ها either the cat طبعا either ما فيهاش إن يبقى or. either the cat or the dog is in the garden. يعني إما القطة أو الكلب بيكونوا في الحديقة. ومعلومة صغيرة جدا إن كلمة either مع إن في عندي حاجتين اللي هي الكات والدوج، ورغم ذلك بنعامله معاملة المفرد فبنقول إز مش آر، فنخلي بالنا من المعلومة دي. نفس الكلام بقى في 7 علي and عمر and طبعا and يبقى both كل من كذا وكذا، كل من عمر وعلي راحوا الفصل. كده الموضوع سهل جدا، الباقي بقى نكمله في منتهى البساطة، فسهل ما نهبطش. فلو في أي سؤال أو عندنا أي كومنت ابعتولي على طول. فدمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.